السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض مخشي الكوسة بالبندورة. دايما بعمله بلبن أو بطحينة. اليوم حبيت أعمله ببندورة وطلع تحفة. تابعوني بالفيديو، خلينا نشتغل مع بعض بكل بساطة. نبدأ بسم الله. أول إشي الكوسة لما بدي أختارها بحاول أختار حبات تكون مقاسها صغير، تقريبا مقاسها يكون واحد. بكحتها من برا وبحفرها من تحت، بس بدي احفرها يا دوب اخد من الحفر، مش زي ما بدي احفرها للمحشي. تمام هيك. وبغسلها طبعا. بدي للحشوة بصل مقطع ولحمة مفرومة خشن. بالقلاية على النار بضيف شوية زيت وبدي اقلب البصل لحد ما يدبل. تمام هيك. الآن بضيف اللحمة وبقلبهم. البهارات اللي بدي اضيفها، بدي اضيف فلفل اسود، رشة من جوزة الطيب، دبس رمان، ملح، وبخلطهم. هيك جهزت الحشوة. بدي احشي الحبات، بحشيها كاملا وبحاول اسكرها. اما بسكرها بقطعة بندورة او قطعة بطاطا او قطعة كوسة زي ما بتحبي. الآن بدي اقلي الحبات، بقليهم بالزيت وبكون محضرة على جنب صحن يكون فيه ورق مطبخ. تمام هيك. بقليهم هيك. بعد ما قليتهم وجهزوا بدي اعمل صوص البندورة. طنجرة على النار، بضيف مية مغلية، بضيف صلصة، توم مهروس، شوية من الطحينة، فلفل أسود، دبس رمان، وشوية من بودرة الماجي وملح. وبخلط الصوص كتير منيح. الآن بدي أنزل حبات الكوسة في الصوص وأخليهم يتسبكوا مع بعض على نار هادية من 30 ل 40 دقيقة مش أكتر. وهيك بتكون بعد ما جهزتها. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.